شاب يقول: أنا لن أصلي إلا إذا أجبتموني على 3 أسئلة. فسأل الشيخ الشاب: ما هي أسئلتك؟ قال الشاب: وهل تظن باستطاعتك الإجابة عليها عجز عنها أناس كثيرون قبلك؟ قال الشيخ: هات ما عندك ونحاول بعون الله. قال الشاب: أسئلتي ال3 هي كالتالي: أولا، هل الله موجود فعلا؟ وإذا كان كذلك أرني شكله. ثانيا، ما هو القضاء والقدر؟ ثالثا، إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها وهي لن تؤثر فيه؟ وما إن انتهى الشاب من الكلام حتى قام الشيخ وصفعه صفعة قوية على وجهه جعلته يترنح من الألم. غضب الشاب وقال: لما صفعتني؟ هل عجزت عن الإجابة؟ قال الشيخ: كلا، وإنما صفعتي لك هي الإجابة. قال الشاب: لم أفهم. قال الشيخ: بماذا شعرت بعد الصفعة؟ قال الشاب: شعرت بألم شديد. قال الشيخ: هل تعتقد أن هذا الألم موجود؟ فرد الشاب: بالطبع ما زلت أشعر به. قال الشيخ: أرني شكله. فرد الشاب: لا أستطيع. قال الشيخ: فهذا جوابي على سؤالك الأول. كلنا نشعر بوجود الله بآثاره وعلاماته، ولكن لا نستطيع رؤيته في هذه الدنيا. ثم أردف الشيخ قائلا: هل علمت ليلة البارحة أن أحدا سوف يصفعك على وجهك؟ قال الشاب: لا. قال الشيخ: هل أخبرك أحد بأنني سوف أصفعك، أو كان عندك علم مسبق بهذا؟ قال الشاب: لا. قال الشيخ: فهذا هو القضاء والقدر، لا تعلم بالشيء قبل وقوعه. ثم أردف الشيخ قائلا: يدي التي صفعتك بها مما خلقت. فرد الشاب: من طين. قال الشيخ: وماذا عن وجهك؟ أجابه الشاب: من طين أيضا. قال الشيخ: ماذا تشعر بعد أن صفعتك؟ رد الشاب: أشعر بالألم. قال الشيخ: تماما، فبالرغم من أن الشيطان مخلوق من نار، لكن الله جعل النار مكانا أليما للشيطان. بعدها اقتنع الشاب وذهب للصلاة مع الشيخ، وحسن إسلامه بعدما أزيلت الشبهات من عقله.